أنا أول ما شُفت التمثال ده حسّيت بإحساس غريب أوي، والأغرب إن دي مش أول مرّة، لأ، أنا فاكرة إن من زمان برضه لمّا شُفته حسّيت بنفس الإحساس، مع إني ما كنتش فاكرة أصلًا التمثال، إحساس شبه إن في حاجة جواك بتفتكر حاجة، بس عقلك مش قادر يمسكها. تعالوا نعرف بقى مين صاحب التمثال ده. التمثال ده لواحد اسمه أمنحتب ابن حابو. واحد من أكتر الشخصيات العبقرية في تاريخ مصر القديمة. الناس كلها كانت تعرفه بالحكمة والعلم، وكان ليه احترام غير عادي في عصر الملك أمنحتب الثالث. أمنحتب ابن حابو مولود في منطقة في شمال مصر. ما بدأش حياته من عيلة كبيرة ولا من طبقة عليا، لأ ده كان راجل عادي جدا، لكن اللي ميزه إنه كان فصيح، ومع الوقت قدر يثبت نفسه لحد ما بقى من أهم الناس اللي حوالين الملك. اشتغل كاتب ومشرف إداري ومهندس ومسؤول عن مشاريع ضخمة في الدولة. تخيل بقى، الراجل ده شارك في بناء معابد زي الكرنك والأقصر، وكمان منسوب ليه دور مهم في تماثيل ممنون اللي لسه واقفة لحد النهاردة. اللي أغرب بقى إن الملك نفسه قدره لدرجة إنه سمح له يبني معبد جنزي لنفسه جنب معبد الملك. شرف ما بيحصلش غير للملوك والناس اللي ليهم مكانة أسطورية. وبعد ما مات، الناس فضلت فاكرة اسمه وبتقدره لدرجة إنهم اعتبروه حكيم مقدس شبه إيم حاتب، واتربط اسمه بالحكمة والشفاء. الراجل ده مش بس مهندس ولا كاتب، ده أسطورة مصرية حقيقية، واسمه فعلا يستاهل كل الإعجاب اللي لسه موجود حواليه لحد النهاردة.